السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. فيه طاجين الكرعيين بالحمص وسترد الدجاج مع شويه البطاطا. هذا الشيء اللي كياكلوا الوليدات. اما الكرعيين انا اللي كناكلهم وشويه الخبز دغيا صوبته. ونتمنى يعجبكم الفيديو وتبعوا معايا. هنا غادي نعمل معكم طاجين الكرعيين بالحمص. اللي غادي ناكل هاد الكرعين، الولاد ما كياكلوش الكراعين، وصافي قلت غادي نشارك معكم الطريقه. صافي هنايا مغسولين، عملت هنا 3. والحمص غسلته نقعته يعني هيداك 2 سوايع في الماء، غسلته عملت هنا غير شويه. وهنا قطعت البصله، المطيشه ديال علبه. وهنا عندي التوابل المهم اللي عندي وصافي، ما عنديش، نسيت القزبر والمعكنوس. المهم عديت غير اللي عندي في الدار وصافي، عملت غير اللي عندي في الدار. هنا التحميره، وهنا الكركم، هنا الابزار، وهذا الفلفل الحار مطحون، وهذا الملح، وعندي هنا زيت الزيتون، وهذا زيت الروميه. صافي غادي نعمل هنا الكراوين هما الاولين. حطوا في دقه واحده. انا غادي نعمل في الكوكوط دغيا غادي يطيبوا. صافي نحط عليهم هيدا البصله والمطيشه، نحط الحمص، توابل كلهم غادي نحطهم في دقه واحده. صافي المطيشه د الحك العلبه، زيت الزيتون، زيت الروميه. صافي غادي نحط عليهم، نكب عليهم الماء ونغلق عليهم. هيدا كان لحقاش الكوكوط ما كتاخدش بزاف، غير نص ساعه هيداك ولا قل دغيا كتوجد. صافي ملي غادي نحط دابا الماء، غادي نحط الماء عليهم. المهم حتى نغطي، حتى الفوق نغطي الحمص والكراعين. هيدا صافي. واخا دابا علي صافي. ها هي الطنجره ديالنا، الكوكوط ديالنا طابت. غادي نفتحها عليها باش هنا غادي نشارك معكم الاخوات سترد الدجاج. غادي نقليه لحقاش الولاد ما كياكلوش الكرايين، وغادي نطيب ليهم سترد الدجاج ومع شويه البطاطا. راه طيبت البطاطا قطعتها وغادي نغسلها بالماء بارد. صافي هادشي اللي غادي ياكلوا الولاد. المهم سترد الدجاج عندي وحده غسلتها مزيان بالليمون والملحه، وغادي نزيد عليها التوابل اللي عندي. لحقاش انا والله الاخوات كنشارك معاكم الحاجه واخا نقصت لي شي حاجه ما عنديش، لحقاش سبحانك ديما ملي كنشارك معاكم الفيديو ديما كتنقصي شي حاجه. اما ما كنعملش بلا ما نعمل الفيديو كتكون عندي ديك الحاجه. ايوا هيدا المهم كنشارك معاكم اللي عندي. عندي التوابل هنايا، الملحه، شويه الابزار، شويه هذاك التحميره المطيشه، وهنايا الكركم. صافي غير هادو نخلطهم هنايا مع سترد
الدجاج. وإلا ما عندكمش بحال دابا ما عندكمش المعكنوس والقزبور، وهذا كيعجبني بزاف، هذا ديال الشلاضه، فيه التوابل، ما فيش توابل، فيه النكهه ديال الثومه، فيه الابزار الابيض، الابزار الاسود، وفيه المعكنوس، وفيه هذاك الزوا الحامض، الحامض ديال الخل، وكيعطي وكيجي مع الدجاج. هادو الا كتستعملوهم للدجاج كيجي لذيذ بزاف. المهم هذا الاخوات اللي قلت لكم راه فيه واحد الحموضيه ديال الخل والليمون مع الدجاج، كتقضي ليه على داك الزفوريه ولا كتعطي ليه واحد النكهه، واحد اللذه مزيونه. كيعجبني نستعمل هادو في الدجاج. صافي هيدا نخلطهم مزيان باش تدخل فيهم هذوك التوابل. المهم اي حاجه استرد الدجاج كاين بزاف الطرق، ولكن هاد الطريقه سهله دغيا تصاوبيها لوليداتك. صافي غادي نخلطهم مزيان، وغادي نزيد عليهم الطحين. صافي هنا خلطتهم مزيان وغادي نزيد عليهم الطحين. الطحين بلا المهم انا هادو عجبوني بزاف بلا ديك التخلط بزاف، البيض والياغورت كيجيو نيشان، ما كيجيوش هيداك ما كيجيو مقرمشين، ما كيجيوش جافين. دابا غادي نخلط معاهم الطحين. صافي ها هما الاخوات خلطتهم بالطحين، غير الطحين. هنايا عندي الزيت راه سخونه، هاد الزيت راه قليت فيها مره ودابا جوج المرات غادي نقلي فيها. صافي غادي نسيبها. الزيت من احسن ما تقليوش فيها بزاف المرات، راه غادي تكون فيها السموم. وصافي غادي يعني الزيت خطيره الا بقيتو كتقليو فيها بزاف المرات. صافي انا غادي نقلي فيها جوج المرات، صافي غادي نرميها هنايا. صافي غادي نبدا نقلي. صافي غادي نخليهم يتقلاو على خاطرهم يطيبوا. ها هما الكرايين طابوا. شفتوا غادي ندوق الحمص باش طاب. طاب جاو لذاذين بزاف الاخوات. هاد الطنجره ما شاء الله طابت لي دغيا، هيدا 15 دقيقه طابوا فهاد الطنجره. لا غادي نقلبهم. المهم هنا الاخوات غادي نخبز معاكم واحد الخبزه غير مع ناكلها مع دوك الكرعيين وصافي. راه دغيا نصاوبها، ما عنديش. المهم كيعجبني الخبز الدار باش ناكلها مع الطاجين. المهم كنشارك معكم الحاجه اللي كنعملها هيدا دغيا، كتسهل ليا باش نحضر دغيا وصافي.
غادي نحط هنا الطحين دغيا باش نخبز واحد الخبزه، ونحط عليها الملحه والخميره ديال الخبز صافي البركه، ونزيد عليهم الماء دافي صافي نخلط غير بيدي واحد دغيا. الا ما عندكمش الخبز دي باش يتخمر، غادي ندوزو هنا نخليوه نشوفو استرد الدجاج واش طاب. ها هو طاب، مازال عندي هنا البطاطا سلقتها في الماء مع شويه الملحه صافي طابت، ومهم في الاخر عملت عليها شويه الماء بارد صافي. غادي نعمل عليها غير شويه الملحه وشويه زيت الزيتون، شويه زيت الزيتون صافي زيت الزيتون ها هو الخبز الاخوات راه عملته ويتم وقرصته هنايا غير فهاد الطبسيل صافي دغيا نطيبوه وغادي نحطوه باش ناكلوه. القرعين ديالنا هما موجودين طابو، وها هنايا البطاطا موجوده، استرد الدجاج موجود، وهنايا شويه البابريكا. المهم نسنتها بشويه هيدا المنسمات، غادي نحطوه في الطباسل وصافي. هادشي اللي وجدت الغديوه. ايوا هذا هو الغديوه اللي وجدت معكم دغيا بالزربه. نتمنى حتى نتوما يعجبكم، وخليتكم في امان الله وبسلام عليكم.